3 2 1 حفيظ دراجي المعلق البوق الكبراني في بين سبورت، في قناة بين سبورت القطرية. تتذكرون بأنني كنت أعلنت من قبل بأن أمور حسمت قبل تقديم الملفات وقبل الزيارات التفقدية وقبل التصويت، وبأن المغرب سينظم البطولة 2025. ايوه قلتش حاجه انا بقى، اسكت يا هو اللي بيقول. انسان غير الشهرة وكيبغي يدير البوس وما عندوش علاش يحشم. حفيظ دراجي ولا حفيظ بيسيكلات؟ حبيت نسقسيك دراجي، شكون انت؟ ما فهمتش انت شكون؟ انت خراي، انت شكون؟ انت طلاب خراي وما عنده مبدأ ولا اخلاق ولا خطوط حمراء. هذا خطوط كبرانات بلادو اللي كيخاف منهم يعلقوه من قفاه. داكشي علاش حفيظ مع باقي الناس داصر وما كيحترم حد وما كيدخلش سوق راسو. حفيظ دراجي نموذج يختصر لك النظام بإعلامه بالبلد بالدنيا باللي فيها، خاصة في الأيام الأخيرة اللي بيلوش فيها ويرفص. قلت بأنه الاتحاد الإفريقي أو الأعضاء 23 الذين سيصوتون أعطيت لهم التوجيهات بأن يصوتوا على المغرب في بطولة 25. كنت في التلفزه الجزائريه، وعلى بالنا كيفاش طلعت، ويكثر خير روروه. ودوك ثاني عندي ميساج روروه اللي راهم يهضروا باسمك، ويكثر خير الناس اللي عاوناتك في بانيش هذاك، ودرت وذنين وطرت، فهمت؟ كل شيء بنتكلم. أما البابا ده مؤهلات النفحة فقط، يضرب النفحة يرفع النفحة ويقول أي كلام ويبهبه وخلاص. كل شيء انكشف وبان. لماذا هذا الجديد؟ لأنه الاتحاد الإفريقي وقع في إحراج كبير جدا بعد أن شاهد ذلك التنظيم الرائع جدا للجزائريين في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين. الحاجة الوحيدة اللي انت عملتها في كأس الأمم الأفريقية المحليين انك اتكلمت في السياسة، وانك جبت واحد عليه احكام وواحد عليه مشاكل في قضايا تحرش زي حفيد منديلا. بس هي دي الحاجة الوحيدة اللي انت عملتها، واعتقد ان المغرب ما ينفعش ان هي تعمل زيك. هذا البوق نتاع النظام العسكر هذا. انا ناقص يا اخويا. الله سنعطي التوصيات بتنظيم بطولة كأس إفريقيا 25 في المغرب كما وعدنا وكما اتفقنا. ارخص واحد هو انت. إنسان قذر، إنسان بلا ضمير، وقع، محتال، دجال. انت شكون؟ انت تهدر باسم الجزائريين؟ علاش انت شكون؟ انت كلب، انت كلب كيما الكلاب الاخرين. روسيا وفي مدينة سامرة تحديدا. إذا نبدأ بزميل حفيظ دراجي الذي سيكون وحسبتك راجل، فينالمون انت ماكش راجل خلاص، ما فيكش ذره تاع خير. مش محتاجة حاجة يعني. الناس كامل اللي يروحوا لقطر تقول لهم تجيبهم وتطفي عليهم التليفون. وش من وطنيه اللي عندك انت؟ معلق حطها في الجول، حطها في الجول. واش تدير؟ واش راك تدير؟ راك تسربي في الحسنات. ثم قال ماذا؟ انتيا واش راح نقول لك؟ انت ارخص واحد. فاصون يا توجور دي شيان، يا توجور الناس المتتبعين تاع تبع برك، باع وتبع. انت منهم. انا نكرهك من هذا المنبر نقولها لك، جو تو ديتيست، جو تو ريبون tous les jours et je t'emmerde à tort et travers. وانت ما كان والو، انت حفيظ دراجي ما كان والو. نقول لك انت طلاب وانت رخيص وانت كلب، واللي راهم يتبعوا فيك كلاب. مالك انت يا حاشا وجه الخير راهم يشوفوا. يا حفيظ دراجي ما كاش واحد ارخص كيما انت، ما كاش واحد خاين كيما انت، ما كاش واحد كلب كيما انت.
ما كاينش واحد. نفكرك الريستورون اللي يخدم فيه الجزائري في قطر اللي رحت كليت باطل وخرجت له بخرجه من الكسب. نزيد نفكرك نجبد لك الزبل تاعك يا خرا، انت زبل وتبقى زبل يا حفيظ دراجي يا كلب. حاشا والديك، دير الخير غير في ميمتك، دير الخير غير في ميمتك، شوف وين راهي، دير الخير غير في الانتوراج تاعك، ودير الخير غير في بلادك. حفيظ دراجي ساعدنا من حيث لا يدري بجهله، انهم دخلوه في قصه مش بتاعته. هو طبعا توددا لهذا النظام، يفعل اي شيء ان شاء الله يبيع شرفه، وانه يتهجم على المغاربه مع انهم استضافوه، وده شيء يقلل منه مش يرفع شعبيته. لدرجه ان حفيظ دراجي هو المذيع، ازعم يعني انه المعلق الوحيد او المذيع الوحيد اللي صادر ضده قرار من دوله انه صوته يمنع في الدوله بالكامل. تخيل والله يا دراجي ربي يعطيك ضربه ان شاء الله. فاللي عايز يتفرج على الجزائر بالسطحيه، بالعنتريات اللي ما كيناش، باللا شيء، بالشيء وعكسه، بتفخيم وتمجيد الاشياء اللي ما كيناش عشان يصنع نفسه بطل، اتفرج على حفيظ دراجي والابواق التي اطلقوها مؤخرا لتحسين صوره النظام فجي كحلها عماها. شكرا. ولذلك ميسون بن إقدار تقدر بمنتهى البساطه ورتنا مؤخرا وشفناها كلنا، يعني اظن كلكم شفتوها في قضيه بشار الاسد، لانهم لا مبدا لا اخلاق لا اي شيء، لا عروبه لا اي كلام، يطمطم في العلن كلام وفي الخفاء كلام تاني، ولذلك اللي بوجهين ده سهل كشفه. استاذ حفيظ دراجي، للأسف أنت خسرت نفسك وربحت الوقوف مع الديكتاتوريين. أنا ميسون بن إقدار، وهذا اعتراف منك بأنك عميل لنظام قتل شعب وشرد شعب وهجر شعب. يعني فعلا خسارة كبيرة إنه إنسان مثلك متمكن بالحياة أن يكون مع أنظمة ديكتاتورية قاتلة مجرمة. وأنا أتشرف بالدكتور فيصل القاسم وأمثاله، وهو تاج فوق رؤوسنا نحن الأحرار. بس هذا الشيء اللي حبيت وصل لك إياه، إنه سهل جدا إنه الواحد يضحك عليكم، كثير سهل، لأنه أنتم من برا هلا ومن جوا يعلم الله. تعرفوا المثل هذا يا أستاذ حفيظ؟ سكر الأستاذ حفيظ دراجي بعد ما أكل الصاروخ الأرض جو.